تعالى اقولك على سر قال لي عليه العطار العجوز. قال لي حطي قشر الموز في البرطمان ده، وده السر محدش يعرفه كتير. فعلا قشر الموز كنز ببيتك، اوعي ترميه. هاتي البرطمان كده وحطي قشر الموز فيه وحوشيه. وتعالي ما اقولك على سر معظم الناس والستات ما تعرفوش. قشر الموز يا جماعه بجد فظيع وهتجربوه. ويا ريت تشيروه لاصحابكم عشان يستفادوا كتير ويدعوا لكم. ويا ريت لو اول مره بتشوفيني تشتركي في القناه قبل ما نبدا الفيديو، وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل جديد فيديو اعمله يوصلك باشعار ان انا عملت فيديو جديد النهارده. ولو انتي حابه حد شيروا له الفيديو ده عشان يدعيلك لانه فيديو مفيد جدا. ويلا هاتي قشر الموز وتعالي بقى نعمل الوصفه الجميله دي. معايا برطمان فاضي وهنزل بيه بالقشر اللي معايا. انا معايا 3 أو 4 حبات من الموز. اللي انتي بترميه ده هتعرفي بقيمته بعد كده ومش هترميه تاني وما عدتش هتفرطي فيه تاني. بعد الفيديو ده انسي ان انتي تفرطي في قشر الموز تاني. جبت بقى ميه دافيه كده من الكاتل، مش ميه مغليه، لا ميه دافيه عشان الموز ما يتريش معايا قشر الموز. وابتدي اغطيه. هغطيه قد ايه؟ هغطيه يوم كامل علشان خاطر ينزل كل الحديد اللي فيه وكل الفايده اللي فيه. لسه الفيديو ما خلصش، تابع الفيديو للاخر عشان ما يفوتكوش اي حاجه لانه كله فيديو مهم جدا وهتستفادوا منه كتير. انا بيته يوم كامل، شوفوا لون الميه عامل ازاي. يوم كامل بيت قشر الموز في البرطمان. هعمل ايه بعد كده؟ هقوم بقى شايله قشر الموز من البرطمان ومخليه ميه قشر الموز بس. انا هقوم جايبه طبق كده ومطلعه قشر الموز كله ده. بس يا الفيديو ما جابهاش للاسف. انا طلعت قشر الموز وحطيت معلقه من الروزماني ومعلقه من الورق ومعلقه ورق لورا ومعلقه زيت زيتون. هقولهم تاني عشان خاطر التصوير ما جابهمش. معلقه روزماني، الروزماني ده في ناس كتير بتقول عليه اكليل الجبل. وورق اللورا، ورق الغار، يعني في ناس بتقول عليه ورق الغار عشان ما تتلخبطوش. ومعلقه زيت زيتون كبيره. اعمل ايه بعد ما اخلص الخطوه دي؟ هغلي ميه على البوتاجاز واقوم حطها كده اخليها تغلي واقوم طافيه عليها. بعد ما تغلي على طول هطفي عليها. بجد وصفه جميله وهترتاح عليها وهتدعيلي. بعد ما الميه غلت نزلتها من على البوتاجاز واحط البرطمان ده فيه لحوالي 3 ساعات لحد ما الميه تبرد. وكل ما الميه تبرد اخليها تاني واحط فيها البرطمان تاني. هتشوفوا الوقت النتيجه وهتشوفوا شكل البرطمان من جوه وميه الموز بقت عامله ازاي. يبقى احنا حطينا في البرطمان عشان الكاميرا ما جبتهاش ورق لورا وورق وروزماني. يعني ايه روزماني؟ في ناس كتير بتقول عليه اكليل الجبل. تعالوا بقى نبصوا، انا هوريكم بعد ما خطيته بس كده وهوريهولكم البخار اللي فيه. هو ده اللي بيخليه يحلب المواد اللي فيه، او المواد كل اللي فيه بنستفاد منها بالحركه اللي احنا بنعملها دي. انا على كام ساعه هعمل الخطوه دي مرتين. هعملها مرتين، يعني كل ما الميه تبرد اسخن الميه تاني واحط البرطمان فيه. بعد ما الخطوه دي تخلص تعالوا شوفوا بقى الخطوه اللي بعدها. اوعوا تفوتكم الخطوات لانها خطوات مهمه جدا. خلاص انا خلصت، الميه بردت معايا خالص اهي. وهشيل البرطمان من الحله واجيب مصفى معايا وطبق. هوريكم بس الماده اللي فيه واللون وشكله بقى عامل ازاي من جوه. بصوا حاجه كده يعني بجد هتستفادوا منها كتير. تعالى بقى نجيب المصفى والطبق. هصفي المادة دي اللي معايا والميه، انا مش عايزه اقلل الميه. شايفين ورق اللورا والروزماني؟ هرميهم بقى خلاص كده ما عادش عايزاهم في حاجه. وهاخد الخلطه اللي انا عاملاها دي واجيب بخاخه. دي البخاخه فاضيه، انا بستخدمها بس للشعر او بستخدمها لحاجات معينه مش في كل حاجه. وابتدي بقى احط الميه دي في البخاخه. وشوفوا نتيجه الميه دي ونتيجه ميه قشر الموز عامله ازاي. بحاول بس املاها عشان ما تكبش مني. وبعد كده هوريكم تجربة كده قبل ما يخلص الفيديو. انا عندي فكرة تاني، اوعى تفوتكم الفكرة التانية لانها فكرة مهمة جدا. انا كنت عايزة اعمل الفكرة التانية لوحدها في فيديو لوحده بس حطيتها مع الفيديو ده. فكرتين احسن من بعض يا جماعة. وما تنسونيش في تعليق حلو ان انتوا مكمله معايا الفيديو. يا ريت ما تنسونيش في تعليق حلو منك كده وما تنسونيش في اللايك. فضلا وليس امرا اللايك يا جماعه عشان اليوتيوب يقترحنا اكتر. ماده رهيبه ما يتقش قشر الموز. هوريكم تجربة كده سريعة لشعر ابني. حبيت ارش كده واجرب التجربة قدامكم وتشوفوها بجد يعني مخلي الشعر فظيع. تعالوا بقى تشوفوا التجربة التانية بقى، واوعوا تفكوا التجربة دي لانها مفيدة جدا جدا وبجد هتفيدكم كتير قوي. معايا معلقه من الكربونات، كربونات الطعميه يا جماعه او كربونات الحلويات. ومعايا حاجه اسمها صودا اش او الزهره البيضاء. يعني ايه الزهره البيضاء دي؟ بتتباع عند العطار وب5 جنيه كميه كبيره قوي. هاخد معلقه من الكربونات وهاخد معلقه من الصودا اش او الزهره البيضاء. هنعمل الاتنين دول مع بعض وهنزل عليهم بمعلقه كبيره من الخل عشان يتفاعلوا مع بعض.
شايفين الصودا قاش مع الكربونات مع الخل بتتفاعل بجد وهتديني نتيجة فظيعة وهتشوفوها. لو انتم مكملين معايا الفيديو للاخر ولسه معايا لحد دلوقتي، يا ريت ما تنسونيش في تعليق حلو منكم كده يفرحني، ولايك يا جماعه. ما تنسونيش في اللايك وصابون سائل، ونزلت بالصابون السائل على المكون اللي احنا عملناه ده. بجد الوصفه دي هتدعوا لي عليها لانها بجد اختراع. من غير نقطه ميه انا هغسل الكوتشي ده، من غير نقطه ميه، يعني مش هحط ميه خالص عليه، يا دوب المكون اللي احنا عملناه ده، وهيخلي الكوتشي معاكم. هتشوفوا النتيجه دلوقتي، هتنبهروا بجد، هتنبهروا. لان الكوتشي هيرجع جديد خالص. لو انت مستعجله وراحه مثلا فرح او مشوار سريع وانت عايزه ترجعي الكوتشي تاني وتغسليه تاني ومش عايزه تحطي عليه ميه وتغرقيه، التجربه دي رهيبه. انا جايبه لكم كوتشي يعني اقدم كوتشي عندي، عشان ما تقولوش جايبه كوتشي جديد وبتعملي عليه التجربه، لا، انا جايبه لكم كوتشي قديم جدا وعملت عليه التجربه. بجد يعني حاجه اختراع. 3 مكونات دول هيرجعوا معاكي الكوتشي جديد تاني وبيبرق بنظافته. يعني حاجة كده فظيعة بجد، يعني تجربة رهيبة واختراع فظيع، من غير ما تحطي مية ولا اريال ولا اي حاجة. المكون اللي احنا عملناه ده يرجع الكوتشي جديد تاني وبياضه تاني، وبيرجع بياض الكوتشي زي ما كنت بتشتريه بالظبط. يعني حاجة بمكونات بسيطة قوي. المكونات دي ما بتخلاش من بيتي، او المفروض ما تخلاش من بيتكم انتوا كمان، لانها مكونات مش رخيصة جدا. يعني الزهرة البيضة دي ب5 والكربونات ب5، وبعمل بيهم حاجات كتيرة قوي. بصوا، رجع الكوتشي جديد تاني. القطعة اللي فيه دي بقى احنا هنعملها دلوقتي بتجربة برضو معاكم. هنعمل فكرة تاني كده للقطع ده، وهيلحم معايا القطع بطريقة سريعة جدا وهيمسك ومش هيفك تاني ابدا. شايفين نظافة الكوتشي؟ بجد رجع معايا جديد زي ما كان، وبياضه فاقع خالص. انا جايبه لكم مش كوتشي جديد، جايبه لكم كوتشي قديم عشان ما تقولوش الكوتشي. شايفين الفرق بين الكوتشي ده والكوتشي ده والبياض؟ البياض رجع تاني، كان مصفر وكان مش نظيف خالص. يعني انا حبيت اعمل لكم التجربه يعني تشوفوها بعينيكم كده. الكوتشي رجع ابيض بيبرق كده حاجه كده. وشايفين ده من ده بجد نتيجه بهرتني وتجربه حلوه قوي. وكنت فرحانه ان انا بعمل التجربه دي معاكم ونجحت كمان. باي فوطه قطن بقى انا كده كنت بنشفه، يعني ما حطيتش نقطه ميه عليه، ما حطيتش فعلا حرفيا، ما حطيتش ميه عليه. بفوطه قطن كده وابتديت انشف الماده اللي انا غسلت بيها دي بس. عايزه اوريكم بقى بياضه الساطع، يعني بجد انبهرت. حاجه كده، شوفوا الكوتشي بجد البياض بتاعه بيبرق. يعني انتوا لو شفتوا يعني حاجه كده، الكوتشي رجع جديد والصفار اللي كان فيه وكل حاجه. تعالوا بقى نشوف بقى خطوه القطع اللي في الكوتشي دي، هنعملها خطوه سهله قوي ونتيجه برضو ناجحه 100%. انا معايا كوتشي مقطوع، هقول لكم بقى تعملوا بحاجه كده بسيطه واطلع معاكم بقى ايه، عمرها يفكوا تاني. يعني لو في اي قطع عندكم انتوا حابين تعملوه مع عمره هيفكوا تاني. معايا كده معلقه من الاريال او الاوكسي او البرسيل، وابتدي احط بقى في القطعه دي، واجيب الامير او الصمغ زي ما بتقولوا في اي بلد عندكم، وابتدي احط بقى ايه الامير ده في الفراغات دي، واحاول الزق الامير بالاريال. شايفين الاريال او البرسيل او اوكسي او اي ماده فعاله عندكم بتغسلوا بيها، وهبتدي الزق كده الكوتشي بيه. مش لازم يكون كوتشي، ممكن اي حاجه عندكم مقطوعه او مكسوره ممكن تعملوها بنفس الطريقه. تجيبوا اريال او برسيل وعليها الامير الصمغ وتلزقوه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهتلزق مع عمرها هتفك تاني. بجد الفيديو كان جميل قوي، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك يا حبايبي، وتعالوا نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وقولوا لي بقى في التعليقات كده ان كنتوا استفدتوا من الفيديو ولا لا.